ديربي العاصمة، أنا بصراحة يعني بالنسبة لي وجهة نظري أول شيء يا أخي ليه ما يكون كل الدوري نفس النقل اللي كان؟ يعني في فلوس، بس ليش إحنا مركزين على طب في ديربي الأهلي والاتحاد، الشباب والنصر، الدوري ذا السنة كله ديربيات، من كل منطقة عندنا فريقين ثلاث فرق. طيب ليش بس النصر والهلال؟ يعني هذا ظلم حتى الفرق الثانية. على هذا المساء تحديدا على اسماء سامي الجابر، على الاسماء الذي يدخل بالجرافيكس الخاص عبد الله ستيري، الذي يظهر امهد، يظهر اسنزي، يظهر حارس المرمى، يظهر من امامه خالد الغامدي على الطرف الايمن، ومن امام من التشكيلة في البداية تشكيلة النصر والهلال أنا حسيت إن في فرق، يعني واضح إن النصر داخل يبي يفوز وبس، والهلال دخل يبي يحاول يفوز وبس. التكتيك طبعا شغلة ثانية، التكتيك أنا بنظرتي أنا قاعد أتكلم عن نظرتي الشخصية كواحد مشجع. الهلال كانت خطتهم كلها ناولوا انه يفيز، النصر قفلوا عن يفيز ورط الهلال، ناولوا الحارس 9000 كورة للحارس امس. النصر خطتهم لا يوقف يا عيال، لا يوقف، من ترجع الكورة للمدافع شيل قدام، يعني كان الهلال يرجع للحارس والنصر يروح للحارس، يعني كان الضغط كله على حارس الهلال امس، من النصر ولا من نفس مدافعين الهلال. متصدر لا تكلمني كيفي حر نصراوي، فارس نجدي لو يجرح مسيره يرجع ينام. متصدر لا تكلمني كيفي حر نصراوي، فارس نجدي لو يجرح مسيره يرجع يداوي. متصدر لا تكلمني، أنا شفت رئيس نادي النصر قال كذا، أنا بالنسبة لي أحط الشعار حق الهاشتاج خلاص متصدر، يعني الرجل بذل مجهود لحاله في النادي وأنجز. ليتنا كلنا كمان ما له داعي أعطاه الشرف، عطني واحد يشيل نادي، مو لأنه فاز على الهلال، لا لأنه شكل فريق يخوف. محمد نور، عوض خميس، اللافتة الموجودة. الأجانب حقين النصر طبعا مع السلامة، خلاص أنا لو يجيني لاعب زي محمد نور يقول الموضوع عندنا ازهل، خلاص ما عندني محتاج شيء. لاعب زي محمد نور في 10 مباريات يصرح قبل المباراة يقول لك راح نحسمها ويحسمها، رجل عند كلمته. وبعدين يعني المفروض النصر ما حط جمعية المعاقين، المفروض حط وزارة العمل. النادي كله وطني سعودي، بيقول لي محمد حسين خليه يجينا واحد، احنا كلنا عيال. الذي يصل إلى النقطة 22 بكل ثبات. اليوم السعودي والأرجوياني اليوم في مواجهة خاصة، ديربي أول لسامي الجابر. الجماهير يعني كانوا في البداية يقول جماهير الهلال في الملعب أكثر من النصر، ترى ما هي بنسبة، احنا مجتمعين في الاستراحة أكثر من الاستراحة اللي جنبنا، الجماهير اللي قاعدين نتابع. أنا مثلا تابعتها لحالي، كيف بتحسبني تقول جماهير النصر والهلال؟ يعني ما لنا علاقة في الملعب. احنا في الأخير أهم شيء والظاهر اللي اختفت بالنسبة لي أنه ما عاد صار يفحطون بعد المباراة. يعني أول وقتنا كانوا الوعد شارع تخصصي، يعني اختلاف ثقافات الحين صاروا على التواصل الاجتماعي كل واحد يحش في الثاني. النقطة اللي أبهرتني في واحد من الصحفيين ايش كاتب؟ الحظ خدم النصر كثيرا. أنا لو علي لهكر حسابه، أي حظ يعني مو لدرجة تعصب أنك تقول حظ، ولا واحد ثاني يقول واحد من جماهير النصر رمى جماهير الهلال بقارورة، ما شفناه، ما لنا علاقة، احنا علينا مستطيل أخضر، الناس قاعد تلعب، في واحد فاز وفي واحد انهزم، انتهت المباراة. وبعدين الغريب بعد برضو أن الساعة 11:30 ما عاد في أحد يكتب، لا في تويتر لا في أي موقع تواصل اجتماعي، ناموا الجمهور أغلبه طلاب مدارس. على العموم احنا ما لنا علاقة، احنا على المدرج ونتفرج.